ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ باركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي اتكلم النهارده عن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري بنتيجة 2-0. يلا بينا. بدايتها نبدأ بالتشكيل اللي بدأ بيه خوسيه روبيرو، هو محمد الشناوي حسب الله ونعم الوكيل، هاني باك رايت، أشرف داري اللي نفسي أفهم لحد دلوقتي هو بيلعب معانا ليه، وأحمد رمضان بيكام شمال، كريم فؤاد. ثلاثة في نص الملعب وهم اليو ديانج، محمد علي بن رمضان بالنسبة لي نجم الماتش في الأهلي، وأحمد السيد زيزو يمين، محمود تريزيجيه شمال، أشرف بن شرقي مهاجم وحيد، محمد شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الماتش لسه بادئ 1-0 لفريق بيراميدز. ايه يعني ولا تنظيم دفاعي ولا حارسك عارف يمد ايده. برضو انا عارف يا جماعه، انا عارف ان هو الولد الشناوي متوفي، والشناوي في حاله نفسيه لا يحسد عليها، متدمر في كل حاجه في الدنيا اي بني ادم ممكن يتخيلها. بس يا جماعه بنلعبه ليه طالما هو يا عم اتدمر وهو مستواه مش كويس؟ لعب الجاهز. لكن لا، لازم العين يقول لك احنا هنقف معاه، بنقف جنب لعيبتنا. لعبوا الماتش اللي فات تعادل 0-0 مع غزل المحله في المحله، بس كان في فرص، كان ماتش حلو. النهارده اخسر 2-0 من بيراميدز على ملعبي في استاد السلام، عشان استاد القاهره موقوف. لا، في استاد السلام على ملعبك وانت معاك فرقه زي دي 2-0، والحارس بتاعك الكورتين اللي دخلوا الاتنين بيجري عليهم مره واحد فيهم مد ايده، فده يبقى لا. اصل احنا عمرنا ما هنكسب ولا الاهلي تعدل طول ما في مجاملات. انا اسف، واحد زي محمد هاني ده بيعمل لحد دلوقتي في الاهلي انا ما اعرفش. واحد زي محمد الشناوي بيلعب ليه اساسي لحد دلوقتي انا ما اعرفش. مصطفى العش ده فعنا بند الشراء بتاعه ليه من زد انا ما اعرفش. احمد نبيل كوكا بعد ما كان ماشي قعد ليه ما اعرفش. تريزيجيه، بن شرقي، زيزو، الثلاثه في نفس الوقت في الملعب ليه ما اعرفش. ليه ما جبناش مهاجم مكان وسام ما اعرفش. في اسئله كتير جدا. ليه خوسيه روبيرو ما اعرفش. حاجات كتير، اسئله كتير ملهاش رد. اسئله كتير يعني ملهاش رد. يعني مثلا انا اخر ماتش او الماتش الوحيد اللي شفته روبيرو لحد دلوقتي فعلا كان قوي فيه تكتيكيا وجماليا وقوي فيه تشكيليا، وهو ماتش بورتو. من قبل بورتو بطيخ، من بعد بورتو بطيخ. لماذا جاء خوسيه روبيرو؟ اللي اعرفه انك لما بتجيب فرقه فيها لعيبه كتيره، اسامي كتيره، اسامي كبيره، نجوم، تجيب لهم مدرب اكبر حاجه في مسيرته ان هو كان بيدرب اورلاندو بايرتس، فده انا اسف ده فشل اداري. مع احترامي روبيرو، ممكن يكون روبيرو بعد كده مدرب جامد، بس انا بتكلم حاليا. يعني زيزو نجم مصر، تريزيجيه نجم مصر، بن شرقي كان نجم مصر ونجم المغرب، محمد علي بن رمضان صفقه سوبر. انت جايب مدرب اسمه اقل من اللعيبه الصغيره اللي في الاهلي، يعني اسمه اقل من احمد نبيل كوكا، اسمه اقل من الشناوي، اسمه اقل من محمد هاني، اسمه اقل من محمد شريف، اسمه اقل من حاجات كتير قوي. يزيد الطين بله بقى النهارده انك تبص على التبديلات اللي بينزلها، تلاقيه منزل لك طاهر محمد طاهر، ونزل لك احمد رضا. انا يعني تخيل لما يبقى اقل واحد مدفوع فيه فلوس من سنتين، السنه دي والسنه اللي فاتت، هو يبقى الراجل الوحيد اللي في الفرقه اللي نزل من على الدكه. طاهر صفر، جراديشار اللي لعبش في مكانه يا ابني. ده لما طلع بن شرقي ونزل جراديشار لعبه تحت المهاجم. يا ابني ما تلعب باثنين مهاجمين، يا ابني ما تطلع محمد شريف في الاول. طلع محمد شريف في الاول ليه؟ فكره انك لازم تلعب ب10، يعني مثلا ب10 محمد علي بن رمضان 10 مش زيزو هتلعب بيه 10. انت لغيت خطورته. هتلاعب تريزيجيه يمين، لغيت خطورته، لان تريزيجيه سيبك
من ان هو اصلا ما جاش من اول 10 دقايق في ماتش انتر ميامي. بس تريزيجيه عارفين هو بيحب ياخد الطرف الشمال يجري ويحفرك يبقى قدام الجون. بيعمل ايه فيها بقى؟ بيزني، ده حاجه تانيه. لكن تلعب لي زيزو اللي هو اقوى واحد عندك بيعرف يعمل عرضيات، او اقوى واحد في مصر بيعرف يعمل عرضيات، تلعبوا لي في النص تزنقه، وتلعب لي تريزيجيه اللي ما بيعرفش يرفع قوه تلعبه هو اللي يمين. طب ما انت كده خسرت تريزيجيه وخسرت زيزو، وبالطبيعي انك خسرت بن شرقي لان مفيش حد بيسانده، لان ولا تريزيجيه بيلعب له كور من الناحيه الثانيه، ولا زيزو رقم 10 بيعرف يمسك اللعبه او يمسك الريتم. ده النهارده يا مؤمن محمد علي بن رمضان كان بيلعب نص ملعب و10 ومهاجم الوحيد اللي وكان بيلعب وينج ليفت. الولد فشخ النهارده، وكان بيرجع لحد اخر نقطه قبل محمد الشناوي ويحاول يقطع الكوره، مع ان عندك ديانج في نص الملعب انا ما اعرفش بيعمل ايه النهارده، كان وحش جدا. عندك احمد رمضان بيكهام زي الزفت. اشرف داري قبل ما يطلع ينعل ابو دي كوره بيطلعها. مصطفى العيش، يا الثقه اللي عندك دي، يالا ايه الثقه اللي عندك دي؟ عمل سكيل اما باصيها غلط يقوم راجع ماشي بالراحه ولا كأنه واثق في نفسه. ايه يا ابني القرف ده؟ ايه القرف ده؟ يعني ايه الثقه دي؟ واحمد نبيل كوكا نزل مكان كريم فؤاد. ماشي كريم فؤاد وحش، تنزل احمد نبيل كوكا اللي هو اصلا مش باك ليفت، يقوم يلعب يقوم يعمل برضه باصات غلط، مش عارف يغطي، مش عارف يجري، مش عارف يعمل اي حاجه. بتنزله ليه؟ ما اعرفش. بعت علي معلول في الاول؟ ما اعرفش. ما اشتريتش باك ليفت ليه؟ انا ما اعرفش. اشتري باك ليفت ولعب كريم فؤاد باك رايت؟ ما اعرف، ما عندوش. طب يا اسطى محمد هاني وحش، نزل عمر كمال. لا مش مقتنع بعمر كمان باك رايت، لا اله الا الله. طب لاعب يا ابني كريم فؤاد، كريم فؤاد برجله اليمين، لا والله هلعبه ليفت. طب اشتري باك ليفت، اشتري باك ليفت يا ابني. لا ما عندي نبيل كوكا وعندي كريم فؤاد، لا اله الا الله. طب احنا عايزين كريم فؤاد رايت، لا انا مقتنع بانه هو ليفت. نفس فكره زيزو، ان نفسي افهم مين اللي قال له ان زيزو 8 او 10 نص ملعب ولا صانع العاب. نفسي افهم مين اللي وصل له كده، انا مش فاهم. كميه قرارات غبيه جوه الماتش، اجي فينا جول، غير الطريقه، امسك ملعبك. لا بيراميدز حطاك في نص ملعبك وبتخليك تباصي غلط من ضغطها. يعني معلش يوريشيتش ده برده مش اسم. شوف عمل عليك ماتش عامل ازاي، سففك الملعب انت ولاعيبتك ونجومك وفريق المليار، سففك الملعب. النهارده احمد الشناوي ما جاش عليه غير كره واحده يشاطها محمد الشريف في الشوط الاول. غير كده احمد الشناوي كان قاعد معاه سبرتايه وكوبايه شاي وعمال يشرب كل شويه. يا عيني بس لعيبه الاهلي بتتعبوا ساعات لما الكره بتطلع ضربه مرمى ياخدها ويلعبها لاسامه جلال ولا احمد سامي. لك ان تتخيل يا مؤمن ان كريم حافظ النهارده كان بيلعب باك رايت وفشخ بن شرقي في افكاره. فلا لا 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 ماتش مستفز، ماتش مستفز. روبيرو انا خلاص ما بقاش عندي ثقه فيه، اللعيبه شخصيا ما بقاش عندها ثقه فيه. لك ان تتخيل ان طاهر وحسين وكوكا ورضا واقفين بره بيسخنوا، المفروض واقفين بيتفرجوا على الماتش من على الخط اللي المفروض يسخنوا فيه، وبعدين مستني حد ينزل ولا سخنوا ولا اتنقلوا، وشوشهم باين عليها قرف على المدرب لما بيكلمهم. فمعناه ان ما بقاش في ثقه في خوسيه روبيرو اصلا. وفعلا اللي احنا بنشوفه في الملعب ده زنا، ده مش كرة قدم. انا ما بقولش على نفسي راجل بعرف احلل، انا بقول رايي، وده رايي النهارده. ده اوسخ ماتش للاهلي من 3 4 سنين، بعد طبعا ماتش سان داونز اللي كان هنا 100% بتاع مارسيل كولر. ده تاني اوسخ ماتش بعدين. ولا عارف تعمل التشكيله صح، ولا جبت انت صفقات غير صفقه ياسين مرعي ومحمد شكري والاتنين مصابين. سؤال، اللعيبه بره ما يبقوش بيتصابوا بيلعبوا موسم كامل، يجوا عندك في الاهلي بيتصابوا ست 8 اسابيع. ايه ده لكابتن محمود الخطيب، ده لكابتن محمود الخطيب غير الطاقم الطبي.
احنا لعيبه بتيجي عندنا بتتصاب بالشوط. لعيب يبقى اصلا ما عندوش انجري برون ولا ان هو بيتصاب كتير يجي عندنا يموت. شكري ما افتكرش ما اتصابش قبل كده، ياسين مرعي ما اتصابش قبل كده، جه عندك الاثنين اتصاب. فبالمنظر ده يا جماعه، بالمنظر ده يا جماعه بكتير قوي الماتش الجاي لو الاهلي ما لعبش بشكل حلو، ما لعبش بشكل حلو، ما طلعش بنتيجه ايجابيه، يتم رحيل خوسيه روبيرو. بس انا مش قادر اتكلم اكتر من كده. اكتر من كده هتقف دوله الفاظ مش احسن حاجه، وانا مش عايز كده. وان شاء الله بكره لو انا قادر هطلع لايف او هعمل حلقه تانية نتكلم فيها بهدوء. لما اهدى خالص نتكلم في حلقه بقى 100% كلام عقلاني. لا دلوقتي بتعصب طبعا ما قلتش. بس كده يا شباب، كده الحلقه خلصت. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.